بتقول له خلاص تمام. وفجأة وهم واقفين البنت الموظفة بتقول إن في مهمة عاجلة في قطيع من الدببة، والدببة دي بتكون هجمة الشمال وهي حاليا جاية ناحية المدينة، ولازم المغامرين يوقفوها ومسموح لكل الرتب تشارك، ولكن كل اللي في المكان بيكونوا خايفين لأن في إشاعات بتقول إن هو ده القطيع اللي هزمه بشعر أصفر، وفي نفس الوقت المكافأة بتبقى 10 أضعاف. فصاحبنا بيكون رافض الموضوع في البداية، ولكن فينزس بتقنع في النهاية إن هو يوافق، وبيروحوا بسحر الانتقال على منطقة الشمال، وبتكون النقابة مسلماه بيت فاضي وده علشان يكون مقر صيد الدببة. وبعدها بيسمعوا صوت وبيروحوا عند الصوت، وهناك بيلاقوا الفرسان متحاصرة من الدببة، وواحدة منهم بتكون مصابة والدب بيهجم عليها وخلاص بتكون هتموت. ولكن في آخر لحظة بتنزل صعقة برقية على الدببة وتحولهم لفراخ مشوية، وبيكون بنزا هو اللي عمل كده، والدب التاني بيكون رايح يهجم على أحد البنات، بس فانزا بتنزل على بركلة ساحقة بتموته تماما. وبعدها البنات بيشكروه وبيعرفهم على فينزس على أساس إنها رفيق السفر، فالبنت بتزعل جدا. وبعدها في دب بيكون هيغفلها، وأول ما بتبص عليه